قد تفاجأ عندما تعلم أن معظم حمامات السباحة لا تحتاج في الواقع إلى تصريف المياه لتنظيفها. خذ حمام سباحة لم يتم استخدامه لمدة نصف عام، من المحتمل أن يصبح ملاذا للطحالب والبكتيريا. الخطوة الأولى في تنظيف مثل هذا المسبح هي إضافة مبيد طحالب محدد إلى الماء، ثم تقوم بفرك الطحالب التي تلتصق بجوانب المسبح. أثناء الفرك قد تلاحظ أن المسبح أصبح أكثر خضرة، لأن المزيد من الطحالب تبدأ في الطفو على السطح. بعد ذلك تصب مادة كيميائية أخرى لتقتل الطحالب التي تم تنظيفها، والحطام الآخر العائم على الماء، مما يجعلها ثقيلة بما يكفي للغرق في القاع. بعد تركها لمدة 2.5 يوم تصبح المياه صافية، حيث تستقر الطحالب والبكتيريا الميتة في القاع. حان الوقت الآن لكي تقوم المكنسة الكهربائية تحت الماء بعملها. يمكنك رؤية التحول عندما تمر المكنسة الكهربائية فوق قاع المسبح، مما يجعلها تبدو جديدة بسرعة. ومع ذلك، لضمان أن الماء آمن وخال من الرغوة للسباحة، عادة ما يتم إضافة مطهر. حينها فقط يصبح المسبح نظيفا وجاهزا للاستخدام.